تنطلق مغامرة المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة في كأس إفريقيا المنظمة بالمغرب وسط حماس جماهيري كبير وثقة متزايدة في جيل يعتبره المتابعون من أقوى الأجيال الصاعدة في الكرة المغربية. منتخب يضم مواهب من أندية أوروبية كبيرة مثل أياكس، تشيلسي، فالنسيا، أندرلخت، ليون، فينورد وتولوز، إلى جانب أبرز مواهب البطولة الوطنية وأكاديمية محمد السادس. حراسة المرمى: آدم المعاش حارس هيلموند الهولندي العملاق صاحب 190 سنتيمتراً يقود المنافسة إلى جانب ريان اليعقوبي حارس جنت البلجيكي المعروف بجودته الكبيرة بالقدمين، فيما يبرز محمد حروش حارس أكاديمية محمد السادس كأحد أفضل المواهب الصاعدة في المغرب. خط الدفاع: آدم السودي مدافع تولوز الفرنسي الأيسر القدم يشكل ثنائية قوية مع آدم اللاكي مدافع الوداد الرياضي، بينما يتواجد أيمن الزرقي من أكاديمية محمد السادس إضافة إلى مهدي أمحول مدافع الرجاء الرياضي القادر على اللعب في أكثر من مركز. الأظهرة: أيمن الطاهري ظهير نهضة بركان المتألق، وآدم عليوي لاعب أولمبيك ليون الفرنسي، يمنحان قوة كبيرة للرواق الأيمن، بينما يتواجد محمد حبيب الزنيبي لاعب أندرلخت البلجيكي وحمزة الشعلالي لاعب الفتح الرباطي في الجهة اليسرى. وسط الميدان: مروان بن طالب لاعب أياكس الهولندي ووليد ابن صالح جوهرة أكاديمية محمد السادس يقودان خط الوسط رفقة الموهبة إيليان حديدي لاعب ستاندرد لييج البلجيكي وعمران طلاي لاعب أياكس، إضافة إلى إبراهيم فائق لاعب فينورد ويحيى السعيدي لاعب الفتح الرباطي ولويس فيليس مغوزة لاعب ديبورتيفو ألافيس الإسباني. الأجنحة: إسماعيل العود جناح فالنسيا الإسباني، وإبراهيم الرباج موهبة تشيلسي الإنجليزي، إلى جانب ريان خضراوي لاعب بروسيا مونشنغلادباخ الألماني، وآدم بوغازير لاعب أكاديمية محمد السادس. أسماء تملك السرعة، المهارة والقدرة على صناعة الفارق. خط الهجوم: رامي اللجماني مهاجم أندرلخت البلجيكي، وعدنان البوجوفي الذي تألق مع إيجلز الهولندي قبل انتقاله إلى فينورد، إضافة إلى محمد أمين مسطاش مهاجم لوفن البلجيكي. ثلاثي هجومي مرعب قادر على حسم المباريات في أي لحظة. جماهير المغرب لا تنتظر فقط الفوز باللقب، بل تترقب ولادة نجوم المستقبل الذين قد يقودون أسود الأطلس في كأس العالم 2030. فهل ينجح هذا الجيل في كتابة التاريخ؟ وهل نشاهد بداية عصر جديد للكرة المغربية؟ البداية اليوم، والحلم الإفريقي انطلق.